حضرتك دكتور علي؟ انا اسف جدا والله. انا دكتور رفيق الخنيني زميل حضرتك في القسم، وبقالنا فتره زملاء، بس الظاهر كده انك مش واخده بالك يعني. ايوه يعني في ايه يعني؟ ما شاء الله، مكتبك جميل والله. ده اني مكتبي مش حلو قوي كده، بس الظاهر يعني علشان حضرتك يعني. حضرتك يعني ايه؟ انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع كده، بس الظاهر انك متضايقه شويه وان انا جيت في وقت غلط، فنخلينا في يوم تاني احسن. سلام عليكم. اقعد. حاضر. معلش، اصل انا متضايقه شويه زي ما انت بتقول. خير يا دكتور وفيق، ايه الموضوع؟ رفيق يا دكتوره، رفيق الخنيني. الا ما بيفكركيش بحاجه الاسم دون؟ هيفكرني بايه يعني؟ انا مؤلف كتاب علم النفس الفسيولوجي يا دكتوره. لا يا راجل. والله. والله عمري ما قريته. مش مشكله، حضرتك اكيد هتجريه، اصله منتشر جدا واي حد متخصص في مجالنا لازم يقراه. على فكره بقى، انا مؤلفه 4 كتب. الطب النفسي المعاصر، علم النفس الإكلينيكي، معنى علم النفس للإنسان الحديث، والتحليل النفسي للرهاب. أنا قريتهم كلهم، ولو عايزان أتكلم معاكي في أي حاجة فيهم أنا على أتم استعداد. لا معلش، احنا ممكن نعمل كده في وقت تاني، الا اذا ده الموضوع اللي انت عاوزني فيه، واوعدك ان انا هقرا الكتاب بتاعك. متشكر جدا. حضرتك بتدرسي التالتة وأنا بدي الرابعة، فكنت عايز أبدل مع حضرتك لو أمكن يعني. ليه؟ وايه اللي ليه؟ لاني بسافر البلد عندنا اربع وخميس، فكنت عايز اخد الاربع والخميس والجمعه والسبت اجازه، لان يعني والدتي ست كبيره وعايز اروح اقعد معاها يعني شويه. وانا والله ما اعرفش اذا كنت اقدر اعمل كده ولا لا. بصي يا دكتوره، انا جبت لحضرتك الجدول اهو. بصي، دي مواعيد ايام ثالثه ودي مواعيد ايام رابعه، وربنا يستر على الايام الجايه. انت عارفه يا دكتوره ان انا عملت دراسات في الفسيونومي. ايه فيسيونومي يعني؟ تحليل الشخصيه من ملامح الوش وكده؟ ده كلام فارغ، ده كلام اشبه للخرافات والدجل. الله 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 الله، الجرايه يا دكتوره، ده علم معترف بيه عالميا يعني. دعك. طب استني كده، انت يتيمه. نعم. والدك ووالدتك مش عايشين، عايشه لوحدك. شخصيتك قويه وفي نفس ذات الوقت طيبه. عندك عقده اضطهاد، انا ممكن اخمن سببها، بس اخاف يعني تزعلي او تحس ان انا يعني متسلط عليكي وبجمع عنك معلومات، لاني جزء من مؤامره، مما يجعلنا شك انك اتعرضتي لموقف مش كويس، موقف بشع وانت صغيره اثر عليكي وزرع الشعور ده جواكي وخلاكي تحسي بكده. ده ممكن يكون بسبب الوالد والوالده الله يرحمهم، ان هم انفصلوا مثلا. بتخبي ضعفك ورا تكشيره وزعيج وعصبيه، عشان خايفه ان الناس تكشف حقيقتك اللي هي اصلا مش حقيقتك. كل ده من ملامح وشي؟ ما اكذبش عليكي، انا استعنت برضه بشويه تفاصيل من الاوضه. صورتك مثلا مع الحاجه وانت صغيره خلاني اخمن انها توفت الله يرحمها، وبما انها ست كده جميله وكويسه، وبما ان ما فيش ولا صوره للسيد الوالد، فده معناه انها كانت الزوجه التانيه، وان الحاج الله يرحمه كان كبير عنها في السن يعني. كفايه. ها، عندي حج ولا لا؟ لا بسم الله ما شاء الله، حضرتك نبيه قوي. ربنا يخليك يا دكتوره، ده من زوجك بس. وانا بقى من غير فيسيونومي ولا حاجه قدرت اعرف انت عاوز ايه. ايه؟ انت عاوز تاخد تالتة وتديني رابعة عشان عدد الطلبة في تالتة اكتر من رابعة، مما يجعلني اشك انك عاوز كل ده علشان تبيع عدد اكبر من الكتب للطلبة. بسم الله ما شاء الله. ايه؟ اني؟ ايوه، وده شيء مرفوض تماما بالنسبة لي. دكتور رفيق، شايف الباب ده؟ ايوه. ممكن حضرتك تقفله لي من بره؟ بس كده؟ حاضر يا دكتوره، استاذنني. سلام عليكم. سلام عليكم.